كل واحد اليوم شاف الاعلان في الجريده وشافني قال لي بتناقش فيصل الويسان، فيصل صار شيعي، شلون صار شيعي؟ فعشان افتك من هالسؤال من اليوم وبعد الحلقه بيك جاوب حق الناس، وهي اظن اول مقابله تقول فيها القصه. أنا ريحهم. اي الشرارة الأولى انطلقت للتشيع عام 1979 عندما دخل جهيمان الحرم المكي وأعلن من هناك أنه يقدم المهدي المنتظر محمد بن عبد الله القحطاني. أذكر أني سألت سؤال: من هو المهدي المنتظر؟ أول مرة أسمع بلفظة المهدي المنتظر، فقيل لي بأنه رجل يخرج في آخر الزمان ويصلي خلف النبي عيسى، وقلت رجل بهذا العظمة ولم نسمع به، فأمر يعني جدا خطير. من ذاك اليوم وأنا أبحث عن المهدي المنتظر في كتب أهل السنة والجماعة، وقرأت فإذا هو رجل جليل القدر عظيم المكانة، له إنجازات كثيرة وصلاح حال الأمة يكون على يديه. فقرأت قرأت 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 حتى وصلت، يعني نضبت مع يعني مصادر السنة في هذا الموضوع، فذهبت إلى مصادر الشيعة في هذا الموضوع ووجدت فيها بحثا طويلا عريضا، ووجدت أن الشيعة والسنة يشتركان في وجود هذا الرجل وفي علامات ظهور هذا الرجل، حتى يعني بدأت القراءات تنتشر، وأول مرة أسمع عن وجود أئمة غير الأئمة اللي عرفناهم، أئمة بني أمية وبني العباس والأيوبيين والمماليك. بعد ذلك يعني وجدت أنهم نعم الأئمة، ولكن لم أصل إلى قناعة كاملة، حتى بعد ذلك من خلال القراءات الكثيرة من خلال هذا وجدت أن يعني ما نحمله على الشيعة هو مردود عليه حتى في كتبنا نحن أهل السنة. بعد ذلك بقيت خطوة بسيطة. هذا أنت سني قاعد تتكلم. نعم سني بسيطة. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أيدني برؤى عظيمة يعني القدر، ووجدت بركتها في حياتي. لا، ليست الحسين، رسول الله أولا، بعد ذلك الإمام المهدي المنتظر، ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وتكررت الرؤى بشكل متكرر حتى يعني. متى الحكي هذا محمد؟ هذا كان سنة 1993. بعد ذلك خلاص اتخذت قرار اني انا اكون متبع لاهل البيت مباشرة كما يعني اعرفهم الان، وهم فرقة الشيعة الامامية. حتى تسلك الاحلام هذه محمد ولا؟